مدير مطعم عايز يلبس البنات لبس مكشوف قدام الزباين، والبنات بيستغربوا، وفي واحده بتقول له ده انا اتكسف البسه قدام جوزي، همشي بيه ازاي قدام الزباين؟ وبيقول لها خلاص لو اتضايقتي فانت مطروده. وبيقول للبنات التانيه البسوا بسرعه اللبس ده عشان صاحب المطعم جاي وعايز اوريله المفاجاه. وبعد ما بيمشي البنت بتزعق معاهم وبتقول لهم انتوا ازاي تلبسوا لبس زي ده، انتوا مش مكسوفين؟ وفي بنت بترد عليها بتقول احنا طبعا مش عايزين، اصل مضطرين نعمل كده عشان شغلنا ومفيش اي شغل تاني بره. وبعد شويه بيوصل صاحب المطعم هو وامه وبيشوف البنات كلها غيرت لبسها، بس البنت اللي اعترضت بتكون مش لابسه زيهم. وصاحب المطعم بيستغرب وبيقول له اشمعنى دي بالذات اللي مش لابسه زيهم، وبتقول له عيب وانا مش هلبس كده. والمدير بيكون واقف ومتضايق، وصاحب المطعم بيقول لها انا عاجبني شجاعتك، عشان كده لو ما لبستيش زيهم فانت مطروده. وبعد شويه البنت بتلبس الهدوم وهي مكسوره جدا، وصاحب المطعم بيشدها بيقول لها تعالي معايا، وبياخدها على الاوضه وبيقفل عليها، واصحابها بيحسبوا انه بيعتدي عليها وبيتجمعوا كلهم وبيقدروا انهم يكسروا الباب، بس بيلاقوا البنت لابسه لبسها العادي، وبتعرفهم ان صاحب المطعم مش عاجبه اللي بيحصل، بس كان عايز يعرف اللي بيحصل. وبعد ما بيعرف كل حاجه بيقول للمدير انت مطرود، والمدير بيتضايق وبيقول له طب فين مرتبي؟ وامه بترد عليه وبتقول عشان اللي عملته في البنات انت مالكش مرتب، لو شايف انه يستاهل صلي على النبي.